السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة طبعا انا يعني هو من ساعة ما بدأ كده اكيد انت عرفتوا ايه. والفطير المشلتت اللي بالسمنة البلدي بتاع الفلاحين ابو ريحة حلوة هنعمله مع بعض، وازاي نقدر نفرده مع بعض وازاي نسويه. كل التفاصيل هتعرفوها في الفيديو ده. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة. الوصفة النهاردة معايا المقادير: كيلو ونص من الدقيق، ومعلقة صغيرة من الملح، ومية فقط لا غير. دقيق، ملح، مية، بدون اي افتكاسات، بدون اي اضافة اي شيء. هيطلع معاكي فطير مورق، توريقات محترمة كده، وطعم السمنة باين فيه، وتحفة. فلاحي فلاحي اصلي يعني. اول حاجة هحط الملح وبعد كده هحط المية. انا مش هقدر احدد لكم كمية المية عشان ده بيرجع لنوع الدقيق، ولازم تنقوا نوع دقيق يكون حلو في الفطير. يا اما تجيبيه من محلات الدقيق، تقولي لهم انا عايزة دقيق افران، عايزة دقيق فطير، يا اما تجيبيه من السوبر ماركت وهو دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. بفضل كده اعجن في العجينة لحد ما تلم معايا خالص، والطبق ده فيه ميه. ببدأ ان انا اعص ايدي وافرد واعجن وافرد والم وافرد والم لحد ما العجينة دي بتبطل انها تلزق. ورشة الدقيق اللي انا حطاها دي علشان اعرف ان الدقيق لما العجينة تلم الدقيق اللي على الرخامة كده وما تبقاش تلزق، تبقى العجينة كده مظبوطة معايا. تمام. انا بحب افرد على الرخامة عشان اوضح لكم العجن بيبقى عامل ازاي، وكمان بيكون سهل معايا جدا. ولا هريحها ولا هسيبها نص ساعة ولا اي حاجة خالص. امال هتعملي ايه؟ يلا تعالوا نشوف مع بعض. انا هجيب شوية من الزيت احطهم على الصينية، وشوية زيت في قلب طبق، وكل شوية اخد حبة زيت في ايدي كده وانا بقطع العجينة. طب العجينة دي هتعمل لي فطير قد ايه؟ العجينة دي هتعمل لي فطيرتين كبار محترمين مليانين كده، وفطيرة تانية عبارة عن فطيرة زي فطيرة طاسة كده بتطبيقة مختلفة برضو. طب انتي بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بعمل كورتين كبار اللي هما القواعد بتاعة الفطيرة اللي هتشيل معايا كل طبقات الفطير بعد كده. فاول حاجة خالص بعمل كورتين كبار، حوالي كل كورة اقل من ربع، حاجه بسيطه. وببدا ان انا اعمل كور صغيره للكور الكبيره دي. الكوره الكبيره بتاخد كام طبقه صغيره؟ بتاخد 20 طبقه صغيره. لو هتعملي في صينيه كبيره، صاج كبير، يبقى 20 طبقه حلوه قوي. لو هتعملي في صاج وسط يبقى 15 طبقه، وما تقلليش عن كده علشان الفطيره ما تبقاش رقيقه معاكي وتنشف منك. عملت الكور الصغيره 20 للكره الكبيره دي و20 للفطيره دي. تمام. وهبدا بقى ان انا اريحها لمده نص ساعه. الخليط اللي معايا عباره عن زبده فر، عباره عن سمنه بلدي، عباره عن زيت، عباره عن سمنه عاديه. المتاح عندك حطيه، متاح زيت وسمنه عاديه حطي، متاح سمنه بلدي وزبده وزيت، مفيش مشكله. فانا حطيت كله على بعضه، الزيت على السمنه البلدي على السمنه العاديه على الفرن، يعني ربع من ده على ربع من ده على ربع من ده، او كوبايه وكوبايه وكوبايه من كل نوع هتحطيه عشان يكون كله ريحته حلوه كده ومدي ميكس حلو قوي. هجيب الصينيه بتاعتي عشان كبيره وهقدر افرد عليها براحتي، واول كوره كبيره هبدا ان انا افردها على الصينيه. بحط رشه من السمنه كده محترمه، وابدا ارش عليها الفطير، وكل شويه ارشرش بايدي على العجينه علشان تتفرد معايا. السمنه هي اللي بتخليها تتفرد معايا. نوع الدقيق بيفرق جدا في الفطير بالذات. هاتي نوع دقيق يكون كويس. زي ما قلتلك بتروحي عند في محلات مخصصه للدقيق، قولوا ما انا عايزه دقيق فطير، بيبقوا عارفين ان انت بتبقي عايزه دقيق كويس، مش بيلم معاكي وبيفرد معاكي وبيبقى سهل معاكي خالص في العمايل. هبدأ بقى ان انا اخد اول طبقة دي واحطها في الصاج بتاعي. هجيب صاج كبير، اكبر صاج عندي في الالمونيا، وهبدأ ان انا احط عليه شوية من السمنة، وهاخد اول طبقة من طبقة الفطير، ودي القاعدة اللي هتلم معايا كل الطبقات الصغيرة او كل الرقات الصغيرة. ببدأ ان انا افردها، ويعني المتقطع ده هيتلم معايا في الاخر ومش هتحسوا بيه خالص لما نيجي ناخد هبدأ بقى ان انا اخد 20 كورة صغيرة، وابدأ ان انا افردها كده بكل كورة شوية رشة سمنة على الوش وعلى القاعدة، وانا بفردها علشان تتفرد معايا بكل سهولة. الطبقات
بتتحط فوق بعضها فوق الطبقة الكبيرة، ببدأ اخد كل طبقة صغيرة انا عملتها احطها على الطبقة الكبيرة دي علشان يطلع معايا مورق. و20 طبقة مش كتير، صدقوني مش كتير، بس عارفين القلب اللي هو بيبقى مورق الطري اللي كلنا بنحبه، هو ده من الرقات بتاعة الفطير. فطير فلاحي هيعجبكم ان شاء الله. عايزة اقول لكم ما تخافوش خالص، هتجربوا حتى لو في نص كيلو. انا الكيلو ونص دقيق عمل لي فطيرتين كبار وفطيره واحده صغيره خالص من صواني البيتزا، يعني يعني صغيره قوي. فالكيلو دقيق او كيلو ونص دقيق هيطلع معاكي فطيرتين كبار يقضوكي ويقضوا ضيوفك لو عندك ضيوف. عايزه اقولك ان يعني الفطير ده من اسهل حاجة ممكن تعمليها. عايزة اقول لكم كمان، وده خبر ممكن يكون اول مرة حد يسمعه مني، انا اول مرة في حياتي اعمل فطير مشلتت لوحدي. لا خالتي قاعدة معايا، اخت جوزي قاعدة معايا، مامتي بتبقى واقفة قدامي وبتعمل وانا بشوفها، لكن اول مرة اواجه الفطير كده وش الوش وابدا ان انا اعمل فطير لوحدي. عايزة اقول لكم والله ان النتيجة صدمتني انا قبل ما تصدم. يعني عايزة اقول لكم ان انا بعت صورته لمامتي والاخت زوجي وعلشان هم اللي علموني الفطير، فانا هم عجبهم جدا. وبوحه صاحبتي برضو قالت لي بجد النتيجه رائعه في مجرد صوره هم شافوها، لو كانوا بقى دقوا الطعم كمان. فبصراحه يعني انا محدش بيشكر في نفسه، بس انا فرحانه ان انا طلعت النتيجه دي من اول مره عملت فيها الفطير. ويعني ما اكدبش عليكم، شفت فيديوهات كتير له وشفت ناس حاطين يعني حاطين شوية افتكاسات كده من عندهم او شوية اطعم من عندهم بس، او مقادير زيادة. بس النتيجة اللي اتوصلت بيها بتاعت اهالينا زمان وبتاعت اي حد بيعمل فطير مشلتت عبارة عن دقيق ومية ورشة من الملح. عملت انا ايه دلوقتي؟ كل الطبقات فردتها وحطيتها في قلب الطبقة الكبير، ورحت شايلة الطبقة الكبيرة دي اللي في قلبها الطبقات، رحت مطبقه الطبقه الكبيره فوق الطبقات الصغيره، ورحت شايلاها ببطن ايدي مش بصوابعي عشان ما تقطعيهاش، ورحت قلباها كده. خليت كل اللي ملموم اللي على الوش هو اللي في القاعده تحت، ورشيت عليها على الوش شويه سمنه وسبتها في جنب. سبتها تريح لمده نص ساعه. بعد ما تفردي كل كميه العجين وتلميه ككوره، سيبيه يريح نص ساعه. هقولك ليه في الاخر وهتعرفي فعلا ان كلامي يعني عندي حق فيه. اول قاعدة هي دي بقى تاني صينية، هبدأ برضو زي ما عملت في الاولانية هعمل في التانية. ادي القاعدة الكبيرة فردتها، وهبدأ اجيب 20 كورة صغيرة من اللي انا عاملاها، وان انا افردها واحطها فوق الطبقة الكبيرة. طبعا كل ده انا عملته مرة، اتفرجوا عليه لحد ما اقولكم برضو الكلمتين اللي عندي. انا اخت زوجي بتعمله ازاي، يعني هي عملته قدامي. او خلينا بس مركزين في الحته دي، ان الطبقه هي كبيره ببدا الم فيها كل صغير، وبطن ايدي بقلبها الناحيه التانية، بخلي كل ملموم ده تحت، والوش ده عباره بس عن حاجه كده كوره بس، بفرش عليها شويه سمنه واسيبها في جنب. في تطبيقه تانية للفطير، وفي تطبيقه ثالثه. يعني انا اكتشفت بصراحه 3 طرق شفتهم في حياتي كلها. الاولانيه اللي انا عملتها معاكم، والتانية دي ان انا بفرد كل كوره وبطبقها وهحطها في قلب الفردة التانية. ادي واحدة هفردها كده، هقلبها على بعض، هطبقها كده، الجنب ده على الجنب ده والطرف ده على الطرف ده، وهبدأ ان انا اركنها في جنب لحد ما افرد واحدة كمان. بفرد اهو الطبقه التانية، وهبدا ان انا مش هطبقها بقى، هاخد اللي انا طبقتها دي احطها في قلب المفروده واطبق عليها تاني. وكذلك بقى كله هعمل كده، هاخد اللي انا طبقته احطه في قلب المفرود واطبقهم على بعض لحد ما اخلص الكميه اللي عندي كلها. ودي تاني طريقه في تطبيقه الفطير. الطريقه الثالثه اخت زوجي عملتها ازاي؟ بتجيب العجينه مره واحده، مثلا كوره واحده كبيره، وتفردها بفرده الترابيزه او في فرده الطبليه او فرده الصينيه الكبيره دي، وتفضل زي الفطاطري كده بتمسكها ترحها كده على ايديها، تفردها يعني خالص وتخليها رق السيجاره، وترجع تطبقها التطبيقه على بعضها، الجنب ده على الجنب ده والطرف ده على الطرف ده، وتقوم مكوراها كده وشايلها برضو ببطن ايديها وحطها في قلب الصينيه، حاطه على وشها سمنه وبتسيبها ترتاح شويه وتبططها في الاخر. فدي 3 طرق. بس الطريقتين
انا صورته لكم اهو. واول طريقه خالص خالص اللي عملت بيها قدامكم الفيديو هي اللي عجبتني اكتر من التطبيقه كمان اللي انا بعملها التانية دي. الفطير سهل. تعالوا نتكلم في التسويه شويه، او نتكلم في العجينه. العجينه سيبها ترتاح، هتطلع معاكي نتيجه ممتازه جدا. بالنسبه للتسوية هنشغل الفرن بعد ما هي ترتاح نص، يعني بعد ما حطيناها في الصواني ترتاح نص ساعة. هشغل الفرن لازم يكون سخن جدا على درجة حرارة 200، درجة حرارة 200، علشان الفرن البارد بينشف معاكي الفطيرة وبيخليها تقعد فترة طويلة في الفرن. والفطير من انواع العجائن اللي ما ينفعش تقعد كتير في الفرن. فخلي الفرن على درجة حرارة 200، الشواية من تحت والشواية فوق وتحت خليها عالية جدا، والفرن بتاعك سخن جدا. انا عملت ازاي؟ حطيت الشبكة في النص، وحطيت الصاج بتاعي بتاع الفطيرة على الصاج بتاع الفرن، والشبكة في النص. وبعد ما خد معايا لون ذهبي من تحت رحت شايلاه وحطاه على الشواية من فوق، خد لون ذهبي من فوق كده. بعد ما ارتاح نص ساعة، عايزه اقول لكم ان هو بياخدش وقت في السوا، ممكن ربع ساعه تحت يعني او ربع ساعه تحت وربع ساعه فوق، فما تطوليش اكتر من كده في الفرن. العجينه اهي ارتاحت معايا نص ساعه، فطبعا هي واضحه من غير ما اتكلم ان هي بتنفرد بكل سهوله معايا. ودوت الراحه اللي احنا بنسيب العجينه فيها ترتاح هو اللي بيديك النتيجه اللي انت شايفاها دي. بالنسبه لو بتشتغلي في فرن غاز بتاع الخبز ده، خلي برضو الجنبين عاليين وتحت عالي، وكل شويه افتحي الفرن وقلبي يمين وشمال وشمال ويمين علشان كلها تاخد لون واحد. حتى في الفرن بتاعك بتاع البوتاجاز عادي بتاع المطبخ برضو خلي ايدك في الصاج كل شويه ضيريه يمين وشمال وكده علشان كله ياخد لون ذهبي واحد. وهي بقى اول ما بتخش الفرن كده بتنتفخ كده من غير ما تحطي بيكنج باودر ولا من غير ما تحطي اي حاجه خالص ولا خل ولا الكلام ده. اول ما بتدخليها في الفرن بتقومي على طول بتنفخ بقى معاكي كده اول ما تيجي تخش في السوا. هوريكم برضو اللقطه دي، انا صورتها وهو في قلب الفرن بس ما صورتش كتير عشان التليفون والحراره بتاعه الفرن وكده. هدخل بقى الصاج معايا بعد ما الفرن سخن، ولازم يخش على فرن متسخن جامد، ما ينفعش يخش خالص على فرن بارد. وبالنسبه للسمنه اللي انتم شايفينها كتير، الفطير هيشرب السمنه بتاعتي وهيسيب لك الزياده. يعني لو ساب زيادة تقدري ان انتي تتخلصي من الزيادة في اي طبق خارجي عادي. ودي شكله كان في الفرن اهو، وده بعد ما طلع اللون والريحة، طعم وريحة والله العظيم فلاحي فلاحي فعلا. ادي بقى بعد ما بيطلع من السجان ببدأ ان انا احطه على صينية او احطه او اقلب مثلا الفطيره دي على الفطيره دي، فالوش يبقى على الوش. الوش لما يبقى على الوش بيطرى والطروف بتاعته كده ما بتبقاش مقرمشه قوي ومزهقاكي، بتبقى طريه وحلوه. وبتبداي بقى ان انا ابدا بعد ما بغطيه بقى احطه بقى على صينيه اللي احنا هناكل عليها، واحط بقى شويه عسل وشويه جبنه. شايفين القلب عامل ازاي؟ وطبعا يعني ايدي باينه ان السمنه فيه مظبوطه جدا، والرقات بتاعه الفطير حلوه ومن جوه القلب الطري اللي احنا بنحبه. وعايزه اقول لكم ان انا من عشاق الطبقه المقرمشه اللي على الوش دي، بس في ناس كتير بتعاني من القرمشه الزياده اللي بتبقى على وش الفطير. فانت اول ما يطلع غطيه، هيبقى حلو معاكي ومقرمش سيكه بس مش هيبقى ناشف قوي. ده شكل الفطير بتاعي، انا فرحانه بالنتيجه جدا. اتمنى ان هو كمان يعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه وتحطوا لي تطبيقاتكم على جروبي على الفيسبوك وعلى صفحتي الشخصيه مطبخ هبه شيحه، وعلى صفحتي على الفيسبوك هبه شيحه. اتمنى كل فيديوهاتي تعجبكم. شويه عسل وشويه جبنه حادقه مزلعه، ويا سيدي يا سيدي على الجمال. والله العظيم هتلاقوا اجمل ولا اروع من عمايل ايديكم في البيت، ولا هنشتريه من بره ولا هنوديه لاي ست تعمله لنا. وكده هيبقى رضا قوي وحلو. وجربي لو في نص كيلو وفرحي بيتك وزوجك. عايزه اقول لكم ان انا بجد عجب زوجي قوي، وان انا كنت اول مره اعمله له في البيت ويطلع بالروعه دي. فبصراحه يعني الواحد بيعيش وبيتعلم. وفعلا لو ما بتخافيش فعلا من المطبخ ولا بالعجائن هتطلعي افضل واجمل نتيجه ممكن تعملها في الاكل. شويه بقى جبنه حادقه من الزلعه كده جايين لي هديه، فدي اجمل هديه بصراحه. كده اكون وصلت لاخر الفيديو، واتمنى اكون المعلومه وصلت لكم. لو في اي استفسار تقدروا تسيبولي في تعليقاتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه. لو بتتفرجي عليا على الفيسبوك يا ريت تعملي شير للوصفه عشان كله يشوفها ويجربها. وبقى يعني هنا مش بغيظكم بس والله كنت لازم ادوق
ادي حته فطيره كده بحته جبنه حادقه وشويه طحينه كده على العسل، ويا سيدي على الجمال والروعه والريحه. والله العظيم كان فوق الوصف. مش عايزه اشكر في نفسي اكتر من كده، كفايه كده. اتمنى الفيديو اللي عجبكم، متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات القمر الحلوه اللي بتعجبكم. وشكرا على دعمكم المستمر. دمتم بالف خير، وكنت معاكم الشيف هبه شيحه من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه. خدت من وقتكم كتير النهارده، بس كان لازم اشرح في الفيديو ده على قد ما اقدر. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، ومع السلامه.